السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي قناة زراعة أونلاين. معاكم المهندس محمود آدم. إن شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا على محصول الطماطم زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنتكلم على مرحلة ما قبل العقد في الطماطم. إزاي بنحضر النبات عشان يجيب تسهيل معانا، وإزاي يكون معانا النمو الخضري شغال، وإزاي يكون وضع النبات كويس علشان ما يحصلش أي مشاكل بعد العقد، سواء الأرض فيها ملوحة أو ما فيهاش ملوحة. ولو حضرتك حابب تشترك معانا في القناة وعايز تعرف كل جديد بنحمله على القناة بخصوص الزراعة، ممكن تشترك معانا في القناة وتدوس على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعل الجرس عشان يوصل لحضرتك إشعار بكل فيديو بنحمله على القناة، ونبدأ مع بعض الفيديو بإذن الله تعالى. طبعا مرحلة قبل التزهير أو قبل العقد أو تجهيز النبات عشان يحصل عندنا عقد في الطماطم مرحلة مهمة جدا، لازم كلنا ناخد بالنا منها علشان يبقى عندنا عقد كويس، يكون عندنا إنتاج كويس، ويكون عندنا نمو خضري كويس يشيل كمية العقد اللي هتحصل بعد كده بفضل الله تعالى. مرحلة ما قبل التزهير أو ما قبل العقد دي مرحلة مهمة. طيب نعمل فيها إيه؟ بنشتغل قبل عمر 30 يوم. طبعا الفوسفور والبوتاسيوم وكل العناصر الغذائية بنشتغل عليها من أول 15 يوم من بعد الزراعة، بنشتغل عليها مفيش فيها أي مشكلة خالص، بس بكميات معقولة أو كميات قليلة معانا. بنشتغل على عمر 30 يوم، بنشتغل على زيادة التزهير، بنزود فوسفور وبنزود كالسيوم وبنزود بوتاسيوم، ويبقى معانا الازوت والعناصر الصغرى. طب الكميات يا ترى قد ايه عشان نشتغل عليها صح ويجيب معانا انتاج كويس ويجيب معانا تزهير كويس؟ اول حاجه بنشتغل حامض فوسفوريك بمعدل 3 لتر لكل فدان، وبنضيف معاهم 3 كيلو عشرينات طبعا لكل فدان، ومعاهم 3 كيلو بوتاسيوم. بس البوتاسيوم هنا بيختلف من مكان لمكان او لنوع تربه لنوع تربه. الاراضي اللي فيها ملوحه بنشتغل عليها نترات بوتاسيوم، اما الاراضي اللي فيها الميه بتاعتها كويسه بنشتغل عليها سلفات بوتاسيوم، ده في بدايه عمر الزراعه. طيب التسميه دي تبقى كل قد ايه؟ بنعملها مرتين في الاسبوع، ومن خلال الاسبوع دوت بنرش رشه فوسفور مع بوتاسيوم مع سيتوكاينين علشان يزود معانا التفريعات ويزود معانا النمو الخضري ويزود معانا حجم الاوراق ويبقى فيه استطالة في الاوراق. طب اللي بعد كده بنحط 7 كيلو كالسيوم ونحط معاهم 3 لتر حامض نيتريك علشان يزود معانا تخزين الكالسيوم في عمر الزرع المبكر شويه، علشان بعد كده الكالسيوم ما بيخليش الزهره نفسها تفصل، الزهره دي تفصل بالعنق بتاعها من هنا. فالكالسيوم ليه عنصر مهم جدا علشان الزهره هنا ما تفصلش من العنقود الزهري دوت على المدى البعيد، او يحصل عندنا اي مشاكل في الجو سواء بروده سواء حراره. بيبقى الكالسيوم معانا عنصر حامي للازهار من السقوط، ودي طبعا مشاكل كتير خالص بتواجه المزارعين، ودي نقطه مهمه لازم حضرتك تاخد بالك منها. بعد كده بنسمد 5 كيلو نترات مغنيسيوم ونحط معاهم نص كيلو حديد لكل فدان. خلال الفترة ديت لازم لو الأرض فيها ملوحة بنسمد كل 10 أيام تسميد معالج ملوحة بمعدل 2 ل2.5 لتر لكل فدان، وبعد كده بنسمد منشط جذور عشان يزود عندنا عدد الجذور، وبالتالي بيبقى عندنا نمو خضري قوي عشان يشيل زي ما احنا اتفقنا يشيل معانا كمية الانتاج الموجودة بعد كده ان شاء الله تعالى. خلال الفترة دي نعمل ايه برضو؟ الفترة دي بنشتغل برضو رش فطري علشان لو الارض عندك فيها رطوبة او حضرتك زارع في العروة الخريفي زي ما بنصور دلوقتي، دي العروة مزروعة في شهر 10، فبنزود فيها
مركبات الندوة المتأخرة علشان يبقى الزرع عندنا نظيف، مفيش فيه اي مشاكل، مفيش فيه اي اصابات. الورقة تبقى خشنة عشان الفطر ما يقدرش يقضي او يدخل الورقة ويأثر على الورقة فيما بعد. نهتم طبعا برش الكالسيوم باستمرار علشان برضو يخشن الورقة عندنا، عشان الورقة متبقاش غضة وطرية وبالتالي الفطر يأثر فيها. نهتم برضو بضبط المية علشان برضو ما يزودش عندنا الرطوبة في الأرض. دي كلها نقط مهمة جدا حضرتك لازم تاخد بالك منها علشان يبقى عندك إنتاج قوي، يبقى عندك تزهير قوي، بيبقى عندك عقد قوي. ده كله توفيق من عند الله، ده كله دي احدى مزارع احنا بنشرف عليها بفضل الله تعالى، حاجه تبارك الله ما شاء الله. خلاص احنا اشتغلنا بالتركيب اللي احنا قلنا عليها ديت او المعدلات ديت مرتين في الاسبوع، بيبقى عند حضرتك تزهير ما شاء الله كويس، بيكون عند حضرتك عقد كويس. طيب بنرش بقى ايه كمثبت عقد قوي علشان درجات الحراره طبعا لو انخفضت او ارتفعت بيبقى في مشاكل في حبوب اللقاح، النبات نفسه ما بيقدرش يقاوم، الزهره بتفصل وبتقع. نرش مثبت عقد قوي ايه في مركب اسمه مركب الجوكر، ده صورته الموجوده عند حضراتكم دلوقتي على الشاشه اهيت. ده مركب قوي جدا في العقد، وكمان بيزود التزهير، وكمان بيزود حجم الثمار نفسه. احنا هنا رشينا هنا، دي رشه واحده بس اترشت بفضل الله. شوف شكل الحبايه عامل ازاي، التحجيم بتاعها ما شاء الله. في ميزه كويس كمان في مركب الجوكر دوت ان هو بيعمل تتابع في الثمار وفي حجم الثمار، مفيش زهره بتفوت من الحبايه. يعني بنبص كده على العنقود زي كده اهو، بص مفيش حبايه مفوتها، مفيش حبايه هنا مفوتها. بصوا التتابع كده ورا بعضيه، في تتابع، مفيش هنا حبايه، كل ده جاي بفضل الله تعالى. نشوف برضو شجره تانية عشان ايه ما نكونش منقين شجره معينه. اهي شجره زي جنبها اهي مش بعيده اهو، زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، مفيش ولا حبايه مفوته او مش جايه. وحجم الثمره ما شاء الله كبير. احنا كده بنتكلم احنا راشين بقالنا بتاع 15 يوم. بص حجم الثمره عامل ازاي، يعني بيوفر معاك البوتاسيوم، بيوفر معاك التحجيم، بيديك كواليتي وبيديك جوده وبيديك لمعان في الحبايه وتناسق في حجم الثمار، حاجه تبارك الله بصراحه. ده احنا كده خلصنا موضوع الفيديو النهارده. طبعا لو الفيديو فيه اي تعليق او استفسار بخصوص الطماطم، بخصوص التزهير، بخصوص العقد، ممكن تكتبوا لنا في التعليقات اسفل الفيديو. ولو عجب حضرتك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل له لايك وتشيره او تبعته لاي حد عشان يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.